السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مراجعة جديدة وفيديو جديد من قناتكم جود تيست. النهاردة قلنا نكمل في السلسلة بتاعت تجربة المنتجات المصرية، وجبنا حلقة النهاردة عن الشيبسي والسناكس. فجبنا كده بعض الشيبسيات المصرية اللي عليها ضجة والناس كلها بدأت تتكلم عليها في الفترة الأخيرة، وبدأنا نجيب كمان بعض السناكس أنواع اللي لقيناها في السوق متوفرة، وهنبدأ نتكلم عنها النهاردة ونقول لكم رأينا. يلا بينا. يلا بينا. معانا النهارده الانواع اللي معانا النهارده ايه؟ تعالى نعدها كده سريع. من قدام لورا. خلاص. معانا سباط. معانا سباتس. معانا كام نوع من سباتس او كام طعم؟ 6 اطعم من سباتس. ومعانا من شركه فوكس، معانا منها 3 منتجات، منهم واحد زي الدوريتوس او اللي هو الناتشو يعني. خلاص. ومعانا من شركه فوكس برضو 3 سناكس ب3 اطعم مختلف. ومعانا جاكوار 2. جاكوار فيه منه اطعم كتير جدا، فاحنا جبنا 2. وفي بيك شيبس اللي هو ده اسمه ايه؟ بيك شيبس اللي هو الكاتالين. تمام، اللي هو بيبقى مطبوخ، وده بيبقى سعره اعلى شويه. ومعانا البيك شيبس العادي، جبنا منه طعمين في حجمين مختلفين. ومعانا بقى الفلامانكو. تمام. 2 تايجر. و2 تايجر ده اللي هو التايجر العادي، اللي هو الكرانك العادي، وده التايجر اللي هو الاكسترا. بس. فنبدا بايه؟ نبدا بسباتس. يلا بينا. لا، بأول حاجه طعم الملح من السباتس. وسباتس برضه من الشيبسيات اللي بتبقى مطبوخه يا ابو الفتاح، اللي هي بتبقى مطبوخه فيها طعم، فالمفروض ان هو معزز قوي. ونقول بسم الله. يلا نبدا مع بعض. حلو جدا. حلو جدا. تمام. زي الفل. انا ده بالنسبه لي، بالنسبه لطعم الملح، طعمه حلو قوي. معتدل قوي. والزيت بتاعه مش زياده. نعم. البطاطس حاسسها يعني سباتس ده انا بجيبه وبجربه، يعني مش اول مره ادوقه. هو منتج ميزته ان البطاطس بتحس بطعم البطاطس. الملح فيه مش ولا قليل ولا عالي قوي، وسط. عجبني قوي، عجبني جدا. تعال نبدا على اللي بعده على طول عشان الوقت. ونشوف ده الريبس. تمام. المفروض اللي هو طعم يعني زي حاجه برايم الريبس ده، زي الكباب شويه. تعال مستعجل ليه جعان. جدا. طيب. ايه كل ده؟ بس هي حاجه فخمه يعني. طعم برضو واضح فيه. امم هو تقريبا ميزة عارف طعم عامل ازاي؟ عامل زي اللحمه المسكره. في سكر شويه، صح؟ مش بالز ايه عشان اخدت الكلام من بقك. اللي هو كل الأطعم بتاعته تحسها كلها مش طاغية قوي ولا خفيفة، لا هي معتدلة معتدله. جدا. الطعم كويس، بيبقى قوي كويس. طيب. خش على اغرب طعم من سبادز. ده انا ما جربتوش قبل كده، لسه اول مرة هجربه. اللي هو طعم السويت اند تشيري صوص يعني. فده المفروض ان هو مرسوم عليه مانجا، ومرسوم عليه في نفس الوقت شطه يعني. خلينا نجربه لان شغل هندي شويه يعني. يلا. مش وحش بس مش ذوقي يعني. يعني هو طعمه غريب شويه. هو طعم رايق. آه. مش وحش بس مش ذوقي. احس ان في طعم فلفل كده، مر. فلفل مر شويه. هو طعمه غريب. ميكس من النكهات كده، هتحسه في انا افتر مش تيست فاهم يعني. بس مش وحش، عموما مش وحش يعني. هو بيبدا بالفلفل ويدي بمراره في الاخر. ده اخر حاجه او ده اسمه هوت ايه سيراتشا. السراتش ده اللي هو ايه يعني، مرسوم ايه عشان يبقوا فاهم. هو مرسوم حاجه اللي هو صوص كده. فهو المفروض ان هو مفيهوش صوص نفسه او شطه يعني. اللي كان قبليه ده برضو فيه نسبة شطة كده شوية. طيب. ده حلو. لو حد بيحب الحاجه الحراقه هيحب ده. هو الافتر بيدي تيست بتاعه بيدي حراق في الافتر تيست بيزيد. يعني هو بيدي حراق في البدايه بسيط، وبعد كده يزيد معاك مع الوقت يعني. فحلو نفصل كده الميه. بس حلو، ما فيش طعم فيهم مخيش قوي، لا كلهم حلوين. وده الساور كريم اند اونيون. مم. نبدا نشوف. انا بحب الطعم ده قوي يعني. في شركات بتظبطه وشركات ما بتبقاش، يعني بيبقى طعمه خفيف فيها شوية. طعمه ممتاز. حلو. ممتاز. طعمه حلو قوي.
بجد طعمه واضح قوي وطعمه زياده قوي، طعمه معزز جدا 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 جدا. الحاجات اللي ابهرتني الفتره الاخيره يعني. معظم الاطعم دي انا دقتها قبل كده، اه ده عمري ما دقته. لا فده انا دوقته برضو يعني، هو وسط، ما ولا فوق قوي ولا تحت فده قوي. المفروض ان هو لاين في فيوجن، والمفروض ان هو مرسوم عليه ليمون وزنجبيل تقريبا، اه صح؟ اه. هو الاحجام التانية كلها ب 6 جنيه ونص، وده ب 8 ونص الحجم ده يعني. مش زي ما تروح بقى الاسعار من مكان للتاني يعني. ف يلا بينا. خد، خلينا نخش مع بعض بقى. اللي بيحب طعم الليمون هيحب ده قوي، بس طعم الجنزبيل يجي في الاخر. طعم الجنزبيل ظاهر معاك، ظاهر. هو بس ما لو عندك برد هاته يعني، لو حد عنده برد ما قفلنيش. هينفع معاه البتاع ده. بس لا، حلو والله، مش وحش. حلو مش وحش، بس طعمه غير اختراع يعني، حلو. مش هتحبه دايما يعني، هيبقى وقت معين كده ممكن تاكل فيه النوع دوت من الشيبسات. لا، في ناس هتحبه، انا حبيته والله. هو يعني مش الزنجبيل بيجي في الاخر. فملخصا كده عن سباق، هو شركه عامله شيبسيات طبعا بطاطس فيها واضح جدا. محترمه جدا. طريقه اللي هي الكوك دي، اللي هو بيبقى مطبوخ بالطعم بتاعه، مخليه الطعم معزز قوي. التغليف بريميوم جدا يعني، تغليف انا اول ما شفت ديزاين برضه. افتكرت ان هو ما التغليف بقى الشكل كله عموما يعني. على بعضه، تحس ان هو اجنبي يعني. انا اول ما شفته قلت ده اجنبي، ببص لقيته شركه مصريه وشركه جديده وبتاع، فحاجه الله ينور يعني. بجد ده فانا بدعمه جدا. بحب سباتز وبجيبه دايما لما بشوفه. نخش على اللي بعده. طيب تاني مع حاجه معانا فوكس. شركه فوكس. فهم عندهم منتج اسمه كورني، ده المفروض هو زي دريتوس يعني، او اللي هو مثلا ناتشو او كده. خلاص، فهنبدا نشوف كورني ده بيقول ايه. ففي برضه كذا طعم منه، احنا مش جايبين كل الاطعمه. احنا بنجيب بس عينه نجرب بيها، ولو انتوا عايزين نكمل عن اي منتج قولوا لنا في الكومنتات. بس الصدمه ان هو مش زي دريتوس. هو يعني التخيلات على هو الصوره حاجه الصورة غير الشكل بتاع دريسو، يلا. طيب ده ايه؟ فنكوش. هو فنكوش، هو فنكوش فعلا. هو عامل زي فنكوش لو تفتكروا اللي كان بيتجاب بيتعمل ده هو زي اي سناكس هو سناك عاديه بس خالص. عامل زي الفنكوش بالظبط. مش وحش. بس هو طعمه حلو. مش وحش اه يعني. طعمه حلو، بس مش دريتوس. انا جايب الصوره على حاجه انه ده جايب على انه زي الدوريتوس، بس ما ظبطش. ماشي، نخش على السناكس بقى. السناكس اه. السناكس ماشي. صح ولا ايه؟ المنتج معانا وليد ورا الكاميرا بس كنا بنأكد مع بعض معلومة. المنتج ده اسمه رينجو. تمام. طعم الجمبري. ده طعم الجمبري. تمام. غريب برضه الطعم. ال- المنتج ده حلو قوي، جربته قبل كده. لا ما جربتوش، خلينا نجربه سوا. خلينا نشوف، يلا. طعم الجمبري الشكل. هو شكل رينجو، شكل خواتم كده. طعمه حلو جدا. هم؟ طعمه حلو جدا بالنسبه لي، ممكن انت تختلف. هو في افتر تيست شويه حراق كده حراق. ودي حراق في الاخر، ولو اكلت كام واحده، خد كده واحده ثانيه، هتحس بالحراق فعلا. لا ما انا مش عايز احس، انا هشرب ميه بس. طيب، نجيب رينجو تاني. ده في فكره حلو هو بالمناسبه الجمبري مش سيء، بس يعني اللي يحب بقى في طعم بالنسبه لي، اللي جمبري بيحب كده. طعم الجمبري طعمه حلو جدا جدا. انا بالنسبه لي اشتريه كتير يعني، وبشتريه كتير. فلفل حلو، حلو، بس طعمه فيه خفيف، خفيف شويه. طعم بتاع الجمبري كان طاغي شويه، تحس ان لما تروح على واحد على عربيه جمبري هو طعم الجمبري الجمبري العربيه، مش بعد ما يتطبخ، لا اللي على العربيه ذات نفسه. رينجو اللي بالجبنه الشيدر. مم. حلو هو ليه. يلا بينا، قول بسم الله. حاسسها معطنه، جبنه شيدر معطنه. يا عم عطلت ايه؟ طعمه حلو. هو حرام مش عليك. وحش، بس حاسس الجبنه يعني انت الطعم قوي شويه. انت بتنافس فوكس؟ عندك منتج بينافس فوكس ما عنديش سوق؟ والله، يا ريت. ما- بس هو الفكره كلها ان هو مش وحش، بس طعم الجبنه قوي قوي. لا بس مش هطلع يعني شيدر، طعم الشيدر. اذواق اذواق. اذواق، ماشي. دايما هنقعد نختلف كده يا جماعه. نجيب الشيبس بتاعه، ده الكرنك اللي هو زي فكره تايجر. ده بطعم الايه؟ ده بطعم الشطه والليمون. الشطه والليمون، هو من جوه شكله شطه وليمون قوي. نطلع شيبسيه كده، حالتها كويسه، نوريها لهم.
ماشي. يعني كويس. بسم الله. طعمه كويس بس الشطه ضعيفه جدا. الليمون قوي، الشطه ضعيفه. اكبر واحد. نجيب ده. الباقي كله كان ب5 جنيه، وده ب10 جنيه الحجم الكبير من فوكس. ده شيبس عادي يعني. طماطم ده صح؟ ده طماطم شايفين الطعم عامل ازاي؟ كبيرة لا ما شاء الله. طعم حاجه. حتى طاغي عليها طعم. برضه مش حلو يعني، مش وحش. بس طعم الطماطم برضه مش طاغي قوي يعني. مع ان هو يبان الشيبسية عليها انت محتاج تاخد واحده ثانيه. هاخد واحدة. انا طعم الطماطم ضايع. انا خد بالك اللي مضايقني فيه ان هو طعم الطماطم زياده، وانا ما بحبوش لا خالص. والله، يبقى انا اللي اخدتها بقى كانت دخلتش في الحلة كويس. تجربه. فوكس ايه رايك فيها؟ متوسطة. بالنسبه لي هي في الشيبسي كويسه، وكان زمان الشيبسي بتاعها سيء، دلوقتي الشيبسي بتاعها بقى كويس. السناكس بتاعتها رينجو دي انا بحبها جدا، يعني تجيبه عادي. ومن افضل السناكس اللي بجيبها رينجو الصراحه. في حاجات فيها طاغي وفي حاجات اللي هو الطعم الخفيف شوية. فالله ينور يا فوكس. اللي عندنا منتجات مصريه جبار. يلا نخش على اللي بعده. رجعنا تاني مع تايجر. تايجر معانا زي ما قلنا 4 الرصيد. منتجات. في التايجر في التايجر العادي، لخبطتني يا عم. اللي هو الكرنكل العادي خالص، وفي الاكسنس. هنجرب العادي ده، الحجم الصغير ب 3 جنيه. ده طعم جبنه. احنا مش مسترخصين والله. ده جبنه. ده نايم. جبنه متبله يعني. مم. تحس شفتها حد قطمها من هنا ومن هنا يعني. المفروض نتكلم ها؟ البطاطس بتاعها حلو بس الطعم ضعيف. ضعيف طعم الجبنة، هو موجود بس ضعيف شوية. انا بدور على الطعم عشان اقول بس فمش لاقي. بس الشيبسية طعمها حلو. والجبنه المتبله ببقى مستني منه طعم قوي. فهنبدا نشوف برضو ده ب5 جنيه من نفس الشركه من تايجر. طماطم بقى. طماطم. شوف الطماطم ده ولا بتاع فوكس. بس ايش في دي معلش يعني. ايه المنظر ده؟ ودي يبقى فيه كواليتي كنترول يا جدعان يعني. جلت منهم مش مشكلة. جلت ايه؟ مش ده ما جليش. يا عم طب ما ترميها، انت اكلتها ليه؟ انا طعم الطماطم في تايجر احسن بالنسبة لي من طعم الطماطم في فوكس. طعم الطماطم في فوكس ما عجبنيش قوي، بس ستيل هو احسن من تايجر. يعني هي اذواق، بس انا حسيت هنا تايجر البطاطس طعمها حلو، حسيت هنا طعم الطماطم متوازن شوية. بس الطعم نفسه مش حلو. تحس هي في مش حموضة طماطم، هي مش طعمها غريب يعني. بس تحسها زي ايه، حاجة داخلة على كاتشب طماطم حاجة كده يعني. هو مش طماطم ولا كاتشب. بس حلوة. البطاطس حلوه، الطعم وحش. ده بالنسبه لي انتوا بقى طعم الطماطم في فوكس احسن ولا في تايجر؟ نخش على البريميوم ده. ليمون بالكزبره. الاكسلانس بقى. اللي هو الاكسلنس ده ب 10 جنيه. دي 3 اطعم احنا معانا دلوقتي طعم. تعال نجرب. يلا بينا. هل هو بريميوم؟ عايزين نجيب حاجه كده ايه. ماشي. هي الكرنكلز بتاعته تحسها متضلعه جامد كده. بسم الله. انا بالنسبه لي حلو، بس الافتر تيست مش افضل حاجه. بس انا عشان ما بحبش الكزبره. انت ممكن بتحب الكزبره، انا ما بحبش طعم الكزبره. وهي طعم الكزبره مش الخضره، طعم الكزبره اللي هي الناشفه. هو عموما خلينا نقول الاختراعات دايما ما بتبقاش كله يعني، مش كلنا مش متوافقه مع كل الاذواق يعني، هو الموضوع اذواق في الاخر. بس هو في المجمل مش وحش. فنشوف اللي بعده. في حاجه بتبقى قافله خالص، في حاجه. ده بالسويت شيري. يلا بينا. ودي متخسر. الكسر ده مش من الشركه يعني. ده تغليف. من التخزين تخزين عادي. ده حلو. حلو. ده اشتريه يعني حلو. لا حلو. طيب. تايجر بشكل عام. تايجر الكرنك العادي. انا رايي البطاطس كويسه، الطعم ضعيف. كويس من ناحيتين.
اكسلنت. بطاطس حلوه وطعم كويس، وفي الاخر برضه هنرتب لكم من الشركات. الافضل للاغلى. فيلا بينا على اللي بعده. يلا اللي بعده معانا بيك بيك شيف. شيف. في النوع اللي هو الشيفس العادي، وفي النوع اللي هو ده الجديد بقى اللي هو الثاني ده. اسمه ايه، الكيتل. ده الحجم اللي ب 3 جنيه، وده جبنه متبله برضه. فيلا بينا. نشف فعلا. الشيبسيه نص كيس ولا ايه؟ هنا الطعم طاغي. بس مش احسن حاجه مم. ان طعم الجبنه المتبله هو اكتر من تايجر، بس هو نفس الطعم بتاع تايجر، وده يرجع ان هما شركه واحده في الاخر. نفس الشركه، بس هنا طعم طاغي شويه. طعمه حلو. هو مش توب، بس حلو. بس شغال. البطاطس مش افضل حاجه، والطعم كويس. شغال. لحد دلوقتي الماكس الكامل مع سبادز. لا، البطز في اول واحد، يعني انا متاكد ان محدش هيجي يعلق على سباتس. فده طعم الليمون الحلو. مش عارف ايه الليمون الحلو ده. لا اكيد خالطينه بحاجه حلوه يعني. حاجه حلوه. كان عليه بسبوسه. يلا نجرب. ده ب5 جنيه عشان ما قلناش. ده نفس طعم التاني الليمون بالكزبره. ما هو في نقط. كزبره او فلفل اسود. تحس في نقط دي، مش عارف دي ايه، دي اللي محلياه في الغالب يعني. هو كده حلو. يعني مدي اللي هو فيه، هو حاجه حامضه مع حاجه حلوه. انت دقت كده؟ اه. هدوق انا واحده تانية. لا دول. دوق انت واحده تانية. هنخلص الكيس واحنا قاعدين ولا ايه؟ ما احنا عايزين نوصل بس عشان في كلام مش منطقي في الموضوع. في حاجه طعمها حلو. واحد مسكر. لا مش مسكر، اللي هو المسكر يعني. اصلا انا مش لاقي حاجه طعمها مسكر خالص. أنا اللي ضايقه بلساني ضايق الليمون، ضايق الكزبره، ضايق فلفل اسود. هم حطوا فلفل اسود. انا بقول لك ده اللي ضايقه. ماشي. الطعم حلو. بركات شايفه حلو، وانا شايفه زي التاني. مش عجبني. لا هو انا انا ما مش بتكلمش ان عجبني. هو ما حلو. عجبنيش. انا مش بتكلم ان هو جامد وما فيش منه اتنين. انا بتكلم عن الطعم، بس هو في المجمل مش وحش يعني، وسط. تعال نخش على بيك الكتل شيبس عشان نخرج بره الخناقه دي. ده بطعمه ايه؟ ما ده بقى اختلاف الاذواق. ده السي سولت والبلسمك فينجر. ده بالملح البحر وخل البلسمك. لا هنا الموضوع مبشر، شكل الشيبسية نظيفة جدا. دو بس دو. دو ما تقعدش تحت. الريحة حلوة. خلاص. هو الطعم حلو. طعم حلو أوي. عجبني ده. امم إنه عجبك. أنت بتحب الشخال أصلا؟ أنا بحب الخل والملح. أنت ما تقول يا عم. أنت مصدوم متعرف ليه؟ طعم الخل واضح فيه جدا، وواضح إن هو خل البلسمك فعلا. اللي بيحب الخل يعني عموما هيحب. واللي بيحب خل البلسمك بالأخص. طيب، ده برضو بطعم الساور كريم أند أونيون. شوف ده بقى هو ولا سبايس. ماشي. الشيبسية برضو شكلها نظيف جدا. ده بايه طعم ايه؟ ساور كريم أند أونيون. لا اظبط. سبايس أحسن. لا حلو مش وحش. هو مش وحش، بس الطعم بتاع البادز كشيبسي وكالنكهه بتاعتها لا. بس ده برضه جيب. انا ده حلو مش وحش، بس الباز بالنسبه لي برضه افضل. ماشي. بيك شيفس شركه كويسه في الكتل. حلو قوي. في العادي نص نص. فنخش على اللي بعده. جاكوار. اخر حاجه عندنا النهارده. السناكس بقى اللي هي الصريحه يعني. ده جاكوار، وجاكوار برضه تبع بيك شيبس او تبع تايجر وبيك شيبس اللي هي شركه ايجيبت فور. في منه اطعم كتير. كتير قوي. فاحنا ده اتنين يعني جرب فيهم، لو عايزين حاجه تانية قولوا لنا في الكومنتات. يلا بينا. ده جبنه. هي نفس الشركه، والشركه دي مقدمه شويه شيبسيات كتير. وفشار وحاجه. سناكس عادي. يا عم قلت تاني عشان تحس بالطعم. لا طعم حلو. سناكس انا ما بقولش ان هو وحش، بس سناكس عادي. ما فيهوش الحاجه المميزه الواو يعني.
بس هو هجيبه. لو عايز سناكس بالجبنه والطعم بتاع زمان زي ويندوز والحاجات دي، ده حلو قوي. حلو. ده حلو جدا، مش حلو بس. ده جاكوار اللي بالايه، كاتشب. كاتشب. مفيش حاجه من زمان بالكاتشب. بتاكل دلوقتي. هاكل واحد شكل، دي شكلها غريب قوي. عامله زي فراشه كده او عصفوره بجناحات. بص هي حاجه بتطير. كان في حاجه كده واحنا صغيرين برضه، كان مش فاكر اسمه ايه. امم. كان بيبقى بتاع طعمه كده، طعمه ضعيف قوي. هي وليد. فرق علوي طعمه ضعيف قوي. اه. جرب كان تاني. برضه زمان طعمه ضعيف. مم. ده اللي بيدور في دماغي. كان تقريبا نفس طعم بالظبط. ممكن اصلا تلاقيه يعني فاهم كان تبع نفس الشركه ولا حاجه. ممكن هو شغال يعني. حلو. نروح لشركه تانية، واخر حاجه معانا النهارده فلامينكو. فلامانكو. فلامانكو منتشر باطعم كتير. انا بالنسبه لي كنت بحب الفول السوداني العادي خالص بتاعه. مم. بس ده الطعم ده لقيته جديد، فقلنا نجيبه معانا في الحلقه، الطعم الجديد بتاعه طور غير اللي نفسه كلنا قوي عارفينه يعني. فلامينكو. فده طعم ايه بقى؟ ايه. سوداني حلو. امم. لما كان الكيس شفاف كده وبتاع. الله ينور يا وليد. وليد بيجيب لنا صوره هنبقى ننزلها لكم هنا على الشاشه. لا مش هننزل حاجه، انا بعمل مونتاج. وحش قوي. انت عارف ان هو عجبني. السباق. انت بتحب طعم السوداني اصلا عادي؟ مين ما بيحبش الفول السوداني معاه؟ لا طعم فلامانكو اللي بالسوداني تحبه؟ يعني بس هو عموما يعني لا. السوداني ما مش غوي قوي. بس ده لا ما حبيتوش خالص يعني. لا ده حلو جدا. لا 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 لا. ما حبيتوش لا. انا مجرب واحده. اذواق بس انا دي مش حاسس فيها اذواق. احترم نفسك كابتن بعد اذنك. طيب خلاص عشان حاسسك بتكمل. عين بس. خد. كله. طيب نهايه الكلام فلامانكو 10/10 حلو عجبني. ماشي خلينا نعتبرها اذواق. خلينا نلخص الحلقة ونقول لهم الأحسن نخلص طيب. أسوأ. بعد ما ياكل الخمس الأمنكوهيات دي. هنرجع لكم تاني بعد ما اخلص. طيب بعد ما خلصت اكل الفلامانكو، نسينا نقول لكم ان هو ب 10 جنيه. الكيس ده الكيس الوحيد بتاعهم اللي بيبقى ب 10 جنيه. فنبدا في التقييم. يلا بينا. احنا لقينا ان احنا مختلفين مع بعض في الراي في بعض الحاجات، فكل واحد هيقيم افضل 3 منتجات من وجهه نظره. فنبدا ببركات، قول افضل. أعتقد إحنا الاتنين هنبقى متفقين إن أحسن واحد فيهم سباتس. سباتز بكل انواعه كشيبسي هو الافضل بالنسبه لنا. يعني مش مختلفين فيها. هنختلف في المركز الثاني والثالث بقى. انت ايه؟ يعني أنا ممكن هقول بص هو أنا هيبقى تايجر وبيك شيبس. لا ما هو ده نوع ده نوع. ما أيوه ما أنا هقول تايجر وبيك شيبس ده التاني والتالت. تايجر الثاني وبيك شيبس الثالث. بالظبط. طب تايجر انهي؟ لا اللي أنا ملت شوية التايجر إكسلنس. اكسترا. طب انا بالنسبه لي المركز الثاني هديه لبيك شيبس اللي هو الكتل، والمركز الثالث هديه للشركه اللي هي بتاعت فوكس. فوكس عجبني سواء الكرنكل بتاعه عجبني، العادي عجبني، البطاطس بتاعته طعمها حلو. أنا بتقيم كمجمل بقى. كمان في السناكس ممكن تقييم الافضل، بس واحد الافضل لان هو العدد ما كانش كبير معايا. جاكوار كويس. انا لا، عجبني اكتر رينجو يعني. رينجو رهيب، رهيب جدا يعني. وفلامانكو طبعا اللي هتاكل فيه ده حلو. بس لو عايزين اي فيديو ليه علاقه بالمنتجات اللي زي دي اللي احنا ما جبناش النهارده، الاطعمه التانيه، قولنا في الكومنتات. لو حد جرب اي منتج من ده مختلف معانا في الراي، ليكوا كل الحريه ان تقولوا ده. ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتدعمنا بلايك وتشير الفيديو لكل اصحابك. سلام. باي.